ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الفطاير التحفه دي للسحور من غير عجن ولا اي مجهود. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وممكن بقى تحشيها اي حشوه عندك. شايفين؟ مقرمشه من بره وطريه من جوه وطعمها تحفه. يلا بقى بينا نشوف الطريقه ونشوف المكونات. عندي هنا حوالي ربع كوباية من الزبدة السايحة أو سمنة، عليها معلقة كبيرة زبادي، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلبهم كويس جدا. ده الخليط اللي هندهن بيه الجلاش بتاعنا. الفطاير بتاعتنا النهاردة هتتعمل بالجلاش. هنجيب بقى الخليط ده على جنب. عندي هنا لفة من الجلاش. هاخد اول ورقة معايا. اهم حاجة ان انا اغطي الجلاش علشان ما ينشفش. عندي هنا اول ورقة. هبدأ بقى ان انا ادهنها بالخليط اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. الخليط ده هيخلي الفطاير بتاعتنا طرية وحلوة جدا، مش هنحس خالص ان هي معمولة بالجلاش. هندهن كويس بالشكل ده كل الورقة. وهنحط ورقة تانية. شايفين سهلة ازاي؟ هبدأ بقى احط اي حشوة عندي، مش هقيدك يعني بحشوة معينة. اي حشوة موجودة عندي احطها. ميكس جبن، ممكن نخليها جبن وخضار بس، بسطرمة، اي حاجة عندي. انا هنا عملتها ميكس جبن وخضار، واي بقى حشوة موجودة عندي هحطها بالشكل ده كده. اي خضار موجود عندي ممكن كمان تتعمل حلو ومش حادق بس احنا النهاردة عاملينها للسحور. بالشكل ده كده هنحط الحشو. اهم حاجة بقى القفلة بتاعت الجلاش عشان يبقى شكلها معايا زي الفطيرة بالظبط. هقفل بقى اول طرف كده، هجيبه بالعكس وهدهنه دهنة خفيفة من الخليط بتاعنا، واجيب الطرف اللي قصاده واحطه عليه كده. هنقفلها زي الظرف بالظبط، وهندهن برضو دهنة خفيفة. وبعد كده الطرفين اللي قصاد بعض التانيين، وبس كده. عندي بقى طاسة على النار سخنة فيها مكعب كبير من الزبدة. هنزل بالفطيرة، واول ما تبتدي تلون معايا، طبعا انا حطها على نار هادية عشان ما تتحرقش، هقلبها. شايفين بتنفخ معايا ازاي؟ هطلعها وانزل غيرها. سهلة جدا جدا، مش تاخد معاكم اي وقت، وحلوة جدا للسحور وتغيير. شايفين لونها عامل ازاي؟ وطعمها تحفة تحفة تحفة. هطلعهم بقى. والتسوية بتاعتهم سهلة، مش بتاخد اي وقت خالص. ده شكلهم بقى بعد ما عملت كل الفطاير. شايفين طرية ازاي؟ طبعا انا سبتها تبرد شوية عشان اعرف امسكها. شايفين الجبنة سايحة ازاي وحلوة؟ هستناكوا بقى تجربوها ضروري وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة النهاردة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.